ازيكم عاملين ايه؟ لأول مرة من وقت نهائي القرن، من وقت ما صنع الموس الكابوس بأقدام أفشى قبل أن يحقق جميز الحلم ليذكرهم منسي بقضية أيمن منصور. نحن في النهايات القارية لسنا متساوين. لأول مرة من وقت نهائي القرن، من وقت ما توقف حلمي 5 سنين، أرجع لكم تاني بتحليل ما قبل المواجهة، ما قبل قمة الدوري المصري، القمة رقم 131 في تاريخ الدوري المصري، القمة رقم 230 إجمال. هنتكلم عن كل الإحصائيات، مقارنة ما بين الأهلي والزمالك في كل الأرقام، مقارنة شاملة وتوقعات لتشكيل المباراة وتوقعات لسير المباراة ككل وتوقع النتيجة في آخر الفيديو. ما ننساش دعوة لإخواتنا في غزة وفي جميع الدول العربية والإسلامية، ربنا ينصرهم ويحقن دماءهم. نبدأ مقارنة القمة 131 في الدوري المصري والأسبوع التاسع بترتيب الفرقتين. نادي الزمالك بيتصدر الدوري العام مركز أول ب 17 نقطة من 8 مباريات، انتصر في 5 وتعادل في 3 وتهزم في 1. نادي الأهلي في المركز الثامن من 7 مباريات، انتصر في 3 وتعادل في 3 وهزم في المباراة. نادي الزمالك أحرز 12 هدف واستقبل 4 أهداف فقط. النادي الأهلي سجل 11 هدف لكن مستقبل 8 أهداف في 7 مواجهات. كل الأرقام دي ليها مدلول على الأداء اللاعبين في أرضية الملعب، الأداء الفني، وليها انطباعات. بالإضافة لده كمان بالنسبة للإنذارات والطرد، نادي الزمالك تحصل لاعبيه على 21 إنذار، إنما النادي الأهلي 12 إنذار فقط. الطرد، حالة طرد هنا لمحمد هاني وحالة طرد هنا للونش. كمان من حيث حراسة المرمى، نادي الزمالك مستقر على محمد صبحي من بداية الموسم، 8 مباريات 5 كلين شيت. النادي الأهلي اعتمد على تقريبا اتقاسم مباريات الشناوي وشوبير. الشناوي لعب 4 مواجهات، طلع ب2 كلين شيت اللي طلع بيهم الأهلي بس لغاية دلوقتي، أما شوبير لعب 3 مباريات وما خرجش ولا كلين شيت. كمان دفاعيا، كمان لو اتكلمنا على النقطة الدفاعية، دفاعات النادي الأهلي كمان في الكور الثابتة، النادي الأهلي سجل في مرماه 4 أهداف من الكور الثابتة، سجل 2 فقط من الكور الثابتة، على عكس النادي الزمالك الناحية التانية ما استقبلش أهداف ولا سجل أهداف من الكور الثابتة. النادي الأهلي عنده مشاكل في التمركزات الدفاعية في الكور الثابتة، دي مشكلة اتكلمنا عنها كتير، وسجل بالفعل على النادي الأهلي في أكتر من مباراة من كور ثابتة عملت له مشاكل وخرجته من مباريات كتيرة، كان آخرها مباراة حرس الحدود والهدف التاني. نادي الزمالك ما بيستغلش الكور الثابته بشكل كافي، كان بادئ كويس في البدايه، كان بشكل خطوره لكن مش بالشكل الكافي وما استفادش منها في المباريات بتاعته اللي فاتت. نيجي لركلات الجزاء، كل فريق منهم تحصل على ضربه جزاء وسجلها، او نادي الزمالك عفوا حصل على 2 جزاء سجلهم، والنادي الاهلي ضربه جزاء سجلها تريزيجيه. النادي الاهلي اتحسب عليه ضربه جزاء واحده وسجلت في مباراه انبي، نادي الزمالك ما اتحسبش عليه ضربات جزاء لحد دلوقتي. ده بالنسبة للكور الثابتة أو ضربات الجزاء. الركنيات تقريبا النادي الأهلي أعلى ركنيات 47 ركنية، النادي الزمالك 40 ركنية. النادي الأهلي استفاد من 47 ركنية بهدفين، نادي الزمالك ما استفادش من 40 ركنية ولا هدف. طب بالنسبة للعرضيات، نادي الأهلي سجل 2 من عرضيات واستقبل 2 من عرضيات، أما نادي الزمالك فسجل لعبوه من العرضيات هدف ذاتي كان سجله الونش على نادي الزمالك، وهدف 1 من عرضية لعدي الدباغ اللي اتحسبت يعني المدافع تقريبا في المباراة الأخيرة. وبالنسبة كمان للتسديدات، تقريبا النادي الأهلي بيسدد 16 تسديدة في المباراة، معدل 16 تسديدة، ونادي الزمالك 13 تسديدة. كل واحد منهم سجل 2 فقط من التسديدات خارج ال 18، يعني تقريبا الكفة متساوية. نيجي للكروت الحمراء والانذارات. النادي الأهلي تحصل على كارت أحمر، تحصل عليه محمد هاني، وكارت أحمر نادي الزمالك كان للونش
والاثنين طبعا الايقاف بتاعهم خلاص انتهى. نيجي لغيابات الطرفين. النادي الاهلي هو المتاثر اكبر بالغيابات لانه بيغيب عنه امام عاشور، زيزو، قفشه، جراديشار، اشرف داري، كريم فؤاد وشكري. نادي الزمالك بيغيب عنه شحاته ومحمود جهاد وسيف الجزيري، واحتمال غياب شيكو بانزا لاسباب فنيه، مع غياب احمد حسام المصاب بالرباط الصليبي منذ بدايه الموسم. النادي الاهلي استعان ب2 مدربين، طريقتين لعب مختلفين، واحده منهم اجنبيه ما اتطورتش كتير وحاليه للنحاس. طيب عدد اللعيبه اللي شاركت في النادي الاهلي ونادي الزمالك في المباراه تقريبا متقاربه. نادي الزمالك شارك 25 لاعب، النادي الاهلي شارك 26 لاعب. ملحوظه كمان مهمه في المباراه دي، نادي الزمالك باني فريق جديد تقريبا هيبقى فيه حوالي 7 لاعبين او اكتر اول مره يلعبوا قمه. ده حاجه ملحوظه مهمه جدا للاعيبه نادي الزمالك. ازاي اللعيبه الخبرات زي عبد الله السعيد وعمر جابر هيقدروا ان هم يوجهوا اللعيبه دي ان هم ما يقعوش تحت فخ الضغط، مع طبعا قله الخبرات بتاعتهم في مواجهات زي دي، قمه في الدوري ومباراه صعبه قدام النادي الاهلي. على عكس النادي الاهلي عنده لعيبه كتير جدا شاركت في مباريات الاهلي والزمالك وعندها خبرات، يمكن يعني مش هنقدر نشوف لاعب او 2 اول مره شاركوا في القمه او حاجه زي كده من النادي الاهلي. طيب كمان الاداء الفني سواء بقى تحت الضغط او الاستحواذ، النادي الاهلي تقريبا بيستحوذ بنسبه عاليه عن نادي الزمالك 64% نسبه استحواذه في جميع المباريات السابقه، نادي الزمالك بنسبه 57%. ده يدينا ارجحيه ان الاستحواذ هيروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيبدا مباراته بضغط عالي كبير باكبر عدد من اللاعبين، اما نادي الزمالك فبرضه بيستحوذ وبيقوم بالضغط لكن مش بنفس عدد اللاعبين في الضغط على المنافس. نادي الزمالك الضغط بتاعه كان ليه فاعليه كبيره على عكس النادي الاهلي. نادي الزمالك قدر ان هو يغلط دفاعات المنافسين مرتين وسجل هدفين، واحده من عدي الدباغ وواحده من ناصر ماهر. لو فاكرين ناصر ماهر في مباراه وادي دجله وعدي الدباغ في مباراه الاسماعيلي. كمان النادي الاهلي تحت الضغط فيه اخطاء كبيره جدا في بناء اللعب سواء من قلبي الدفاع او من باكات النادي الاهلي. شفنا كريم فؤاد بيخطأ كتير او كوكا في بناء اللعب وبيسجل المنافس منها اهداف على النادي الاهلي. شفنا في اخر المباراه محمد هاني كرة بتقطع منه وبيحرز منها هدف. شفنا اخطاء من مرعي في بدايه الموسم مع اخطاء بيكم والعش في بناء اللعب بالاضافه لمصطفى شوبير، كلها اخطاء سببت مشاكل النادي الاهلي واحرز منها اهداف. اذا نقطه ايجابيه للضغط من نادي الزمالك بيحرز منه اهداف، وفي المقابل النادي الاهلي الضغط بيعمل له مشاكل وبيحرز عليه اهداف. فده يدل انه هيبقى فيه خطوره من نادي الزمالك سواء عن طريق المرتدات او الضغط على النادي الاهلي في بناء اللعب. اما في المقابل يمكن المزايا اللي عند النادي الاهلي زي الضغط العالي يمكن بيؤثر على نادي الزمالك وبسبب بعض الاخطاء، لكن مش بنفس الطريقه اللي عند نادي الزمالك. كمان الكور الثابته هو سلاح للنادي الاهلي قد يؤثر على نادي الزمالك، لكن في غياب اللاعبين اللي زي زيزو بيقدروا ان هم ينفذوا الكور الثابته دي بشكل متقن، هيأثر اكيد وهيخفض قيمه الكور الثابته للنادي الاهلي. النادي الاهلي اكتر مساهمه عنده تهديفيا هي لغايه دلوقتي زيزو اللي غاب عن اكتر من مباراه مؤخرا. كمان نادي الزمالك عنده عبد الله السعيد وناصر ماهر الاكثر مساهمه، بالاضافه ان وجود محمد هاني اكثر صناعه للاهداف في النادي الاهلي واخوان بزيرة اكثر صناعه في نادي الزمالك. على مستوى التهديف تريزيجيه سجل 3 أهداف، والناحيه الثانيه في اكتر من لاعب من نادي الزمالك سجل هدفين وهو ناصر ماهر وعبد الله السعيد وعدي الدباغ لو ما تحسبلوش هدف المباراه الاخير. نادي الزمالك بيعتمد على بناء اللعب وصناعه اللعب من العمق، اعتماد على عبد الله السعيد. النادي الاهلي عنده مشاكل في بناء اللعب من العمق، ما عندوش صانع لعب اللي بيقدر يقوم بحل التكتلات ويعمل التمريرات في العمق، فبيبني لعبه بيعتمد سواء بقى بالضغط العالي في الكور العرضيه او الكور الطوليه او محاوله ان هو يضغط المنافس ويستحوذ على كوره ويعمل اكبر عدد من التمريرات لغايه لما يوصل لمرمى المنافس. فتوقعاتنا فنيا ان النادي الاهلي هو اللي هيبقى مستحوذ في بدايه المباراه. نادي الزمالك هيبتدي يعتمد على المرتدات في المباراه دي، هيسيب الاستحواذ للنادي الاهلي، خاصه ان هو يملك لاعبين يقدروا ان هم يخرجوه بسرعه
ويعملوا تمريرات على الأطراف. نادي الزمالك بيملك لاعبين ليهم حلول على الأطراف زي شيكو بنزا أو بيزيرا. طبعا بيزيرا هو اللي هيبقى موجود وهيغيب شيكو بنزا، ده الأخبار اللي احنا وصلنا لغاية دلوقتي. في وجود ناصر ماهر، عبد الله السعيد، آدم كايد اللي بيقدر يخش في منتصف الملعب ويعمل العمق الهجومي ويصنع اللعب، هيبقى فيه مشاكل على النادي الأهلي وخطورة كبيرة جدا اللي اتكلمنا عنها في المرتدات على النادي الأهلي. قلنا في فرق بتملك لعيبة لديها قدرات السرعة والمهارة والإمكانيات وفي الاعتماد على المرتدات. نادي الزمالك أعتقد إنه هيبدأ بعودية دباغ رأس حربة، فكمان هيبقى متحرك ومزعج في منتصف الملعب. النادي الأهلي بيسيب فيه مساحات كبيرة، فمن ناحية الصراع في منتصف الملعب أعتقد إنه هيميل لنادي الزمالك في ركح الكفة. لكن على الأطراف النادي الأهلي بيملك لعيبة تملك حلول كتيرة. أعتقد البدء بالشحات وبن شرقي وتريزيجيه ده اللي هيحصل، لأنه النادي الأهلي وبطبيعة عماد النحاس في المباريات اللي فاتت بيحاول إن هو يضغط المنافس من بداية المباراة بشكل قوي جدا وعايز يحسم المواجهة سريعا. ففي المباراة زي دي النادي الأهلي مش عايز يتصدر له أي ضغط بإن المنافس يسجل أي أهداف. تسجيل نادي الزمالك أي هدف هيحط نادي الأهلي تحت ضغط كبير، وهو مضغوط فنيا وإداريا وفي غرف الملابس مشاكل كبيرة. نادي الزمالك أكيد مش بعيد عن المشاكل دي، في مشاكل يمكن مادية أكتر منها أي حاجة تانية، يعني مش نفسيا، هي مشكلة ضغط مادي. أي فريق هينتصر هيصدر الضغط للفريق الآخر وهيعمل مشاكل كبيرة، لكن الضغط على النادي الأهلي أكبر لأنه في المركز الثامن، لأنه عنده نتائج سلبية، لأنه الأداء مش مقنع، لأن النادي الأهلي عنده مشاكل وانتخابات داخل عليها وتخبط إداري وتخبط فني. هل المدير الفني ده مستمر ولا هيمشي؟ طب هنجيب مؤقت؟ لا مش مؤقت، دائم. مشاكل كتير. ده على المستوى النفسي. آخر مواجهات طبعا كانت انتصار اعتباري لنادي الزمالك 3-0 بعد انسحاب النادي الأهلي من آخر مواجهة في الدوري. طيب احنا متوقعين التشكيل تمشي ازاي؟ التشكيل النادي الأهلي أعتقد إنه هيبدأ كالتالي: الشناوي في حراسة المرمى، كوكا على الجبهة اليسرى، ياسين مرعي وياسر كمقلبي دفاع، ومحمد هاني على الباك رايت، مروان عطية كارتكاز، أمامه ديانج وتريزيجيه. لأن النادي الأهلي هيحاول يعمل أكيد الصح إن هو يميل لتوازن في منتصف الملعب، لأنه ديانج هيحتاجوا مروان عطية إن هو يسنده، لأن نادي الزمالك عنده كثافة في منتصف الملعب وعنده لعيبة كتير بتتحرك في منتصف الملعب. لو النادي الأهلي سابهم قصاد ارتكاز واحد هتبقى مشكلة كبيرة جدا على النادي الأهلي، وهيتعرض لمواقف صعبة جدا قد تخرجه بهزيمة ثقيلة. أعتقد إن أمام تريزيجيه هيبقى بن شرقي والشحات ومحمد شريف الخيار الهجومي كرأس حربة وحيد في غياب جراديشار. طبعا الجانب الثاني نادي الزمالك أعتقد إن الاستقرار طبعا على محمد صبحي كرأس حربة، كحارس مرمى، وبنتايج على الجبهة اليسرى، عبد المجيد وإسماعيل على كقلبي دفاع، وعمر جابر على الباك رايت لو سليم 100%. والارتكاز طبعا هيبقى دونجا، أمامه عبد الله السعيد وناصر ماهر، وأمامهم على الطرف اليمين خوان بيزيرا، وعلى الطرف الأيسر آدم كايد، ورأس الحربة هيبقى عدي الدباغ. نادي الزمالك زي ما قلنا هيبتدي إن هو يلعب مع النادي الأهلي على المرتدات، وهيبتدي شيء في شيء إن هو يحاول يبني اللعب ويستحوذ على الكورة، خاصة بناء من الجبهة اليمنى والسرعة في المرتدات. نادي الزمالك عنده لعيبة بتتقن الكور العالية في حتة الدفاع زي محمد إسماعيل، وتطور دونجا في الكور دي، الكور الطولية اللي بيلعبها عبد الله السعيد، وكمان امتياز محمد صبحي في الكور اللي من المرمى على طول مباشرة سريعة باتجاه رأس الحربة أو أحد الأجنحة، خاصة خوان بيزيرا. مواجهة هتكون صعبة ملهاش توقعات 100%، أحداثها هتمشي إزاي. يمكن أدلول النظارات الكتير احنا نادي الزمالك تدل إن في تدخلات وأخطاء كتيرة بيعملها نادي الزمالك. الكور الثابتة كانت ليها تأثير في وجود زيزو مع النادي الأهلي، مع غيابه تأثيرها أقل، لكن
برضه هتبقى مشكلة على النادي الأهلي في الكور الثابتة، خاصة لو حضر لعيبة زي حسام عبد المجيد في الكور الثابتة، لعيبة تقويض اللعب بالرأس، ولو حاول نادي الزمالك إن هو يطور ويستغل كور زي دي. المواجهة هتبقى صعبة جدا، قمة منتظرينها كلنا، لأنه بقالنا كتير قوي ما شفناش ماتش بيتلعب فعلي ما بين الأهلي والزمالك من مدة كبيرة. النادي الأهلي برضه يعني آخر انتصار ليه على النادي الزمالك فعلي في مباراة لعبت، مش انتصار يعني اعتباري، كان يوم 8/3/2024. فات أكتر من سنة ونص النادي الأهلي عاجز عن الانتصار على نادي الزمالك. كل ده ضغط فني على النادي الأهلي. المواجهة هتمشي ازاي والمباراة هتمشي ازاي؟ أعتقد إن احنا هنستمتع بالمواجهة دي، لأنه دايما مباراة الأهلي والزمالك ملهاش توقعات، ويعني يمكن كان النادي الأهلي بادئ بتخمة في النجوم وتوقع إن النادي الأهلي يكتسح الجميع، مش يقع في كل الضغوط والمشاكل دي، على عكس النادي الزمالك لسه بيبني فريق جديد بأقل تكلفة ممكنة، مدير رياضي جديد. الأحداث دي كلها هيبقى ليها تأثير في المواجهة دي، ومش بعيد في النهاية برغم كل الضغوطات وبرغم كل التوقعات اللي احنا قلناها دي وبرغم الإيجابيات والسلبيات اللي في الفريقين، إن احنا نخرج في النهاية بالتعادل. لكن يعني أظن إن ده توقعي الشخصي إن المباراة تخرج تعادل، لكن الواقع بيقول إن نادي الزمالك فنيا أفضل من النادي الأهلي، أكيد مش أفضل كتير، لأنه الأفضل منهم فنيا على الإطلاق هو نادي بيراميدز، هو اللي نقدر نرجح كفته، لكن فنيا الأهلي والزمالك مش قريبين من بيراميدز ومش بعاد عن بعض قوي. يا ترى هيحصل ايه بكرة؟ استنوني بعد الماتش في تحليل بعد المواجهة. بيس اون يو.